مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 وبعتذر على الغيبة الطويلة. آخر حلقة نزلناها على القناة كانت بتاريخ مارس 2022 ومن ساعتها اختفينا وما رجعناش تاني. الحقيقة ان انا لو قلت لكم الاسباب اللي اختفينا بسببها هتحسوا انها اسباب منطقية. يعني اولا انا انشغلت جدا في شغلي في معهد الاورام، وخاصة وان كنت في فترة النيابة او فترة الريزيدنسي، ودي بتكون اصعب فترة في حياة الطبيب. وثانيا بسبب هذا الانشغال قراءاتي قلت جدا وبقى معظمها قراءات بالانجلش واللي بسمعها كاوديو بوكس، وبالتالي حسيت ان انا ما عنديش محتوى قوي او المحتوى اللي هقدمه مش هيكون مهم لناس كتير. والسبب الثالث هو ان عاطف كمان انشغل جدا وبقت فترات شغل، وفترات شغلي ما تسمحش ان احنا نتقابل ونكتب حلقات ونمنتج ونصور وكل الكلام ده. طيب ايه اللي اختلف دلوقتي؟ اللي اختلف ان انا بقى عندي وقت اكتر وبالتالي ممكن ارجع اعمل حلقات من جديد، واني قررت ان انا اكلمكم عن الكتب اللي بقراها حتى لو جزء منها انجلش، لكن انا هحاول ان انا اجيب كتب او اتكلم عن كتب مترجمه للغه العربيه بحيث تكون متاحه لناس كتير. مش عارف هتلاحظوا ولا لا، بس انا بصور وبمنتج لوحدي دلوقتي، وبالتالي معلش استحملوني شويه لحد ما ايدي تاخد على التصوير والمنتجه والكلام ده. في 2024 كان عندي اهتمام كبير بالقراءه عن تاريخ الاستعمار، والحقيقه ان انا قرات اكتر من كتاب مذهل في الموضوع ده. الكتاب اللي هرشحه لكم النهارده هو واحد من اجمل الكتب دي، وواحد من اجمل الكتب اللي قراتها في حياتي، وبالتاكيد كان احسن كتاب قراته في 2024. حتى في فتره انعزالي عن السوشيال ميديا ما قدرتش ان انا مرجعش وارشحه للناس. الكتاب ده هو كتاب العرب ليوجين روجن. يوجين روجن هو مؤرخ امريكي متخصص في تاريخ الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خاصة في الفترة اللي بتبدأ من أول العصر العثماني وحتى الآن. ليه عدة مؤلفات عن تاريخ المنطقة، وبالفعل أنا قرأت له كتاب آخر كان ممتع جدا وهو كتاب ذا فول اوف ذا اوتومانز أو سقوط العثمانيين. لكن الكتاب اللي هرشحه لكم النهارده وهو كتاب العرب أجمل بكتير في رأيي. الكتاب بيؤرخ بصورة زمنية لحوالي 4 قرون من التاريخ الحديث للشرق الأوسط، من أول دخول العثمانيين إلى مصر، ثم محمد علي وإمبراطوريته المصرية، الاستعمار الإنجليزي والفرنسي للشرق الأوسط، الحرب العالمية الأولى والثانية ودورنا فيها، القومية العربية ومحاولة التحرر من الاستعمار، وأخيرا بينتهي بالكلام عن الربيع العربي وموجة التغيير السياسي اللي اجتاحت الدول العربية في 2011. كتاب العرب هو كتاب شامل جدا وفيه جهد مضني مبذول في الكتاب ده عشان يخرج بهذا الشكل. كم هائل من التفاصيل عن كل محطة من المحطات اللي ذكرناها، ومعرفة واسعة بالجوانب الثقافية والسياسية والاجتماعية لكل مرحلة من دي. الكتاب كمان بيتطرق لتجارب وحكايات ناس عاشوا الفترات دي بنفسهم وعصروها. كتاب العرب بيتحرك بصورة أفقية وبيتكلم بالتوازي عن المناطق المختلفة خلال نفس الفترة الزمنية، وبالتالي بيرسم صورة موسعة وشاملة لما كان يحدث في الشرق الأوسط في كل مرحلة من المراحل دي. الكتاب كمان كان بيخرج أحيانا من حيز الشرق الأوسط وبيتكلم عن أحداث حدثت خارج الشرق الأوسط لكن ليها تأثير مباشر بما يحدث في الدول العربية. قراءة هذا الكتاب الحقيقة كانت تجربة مؤلمة جدا، وخاصة الفصل اللي بيتكلم فيه عن المأساة الفلسطينية منذ بدايتها مرورا بكل أحداثها ومحطاتها، وانتهاء بالوضع اللي احنا فيه حاليا واللي أقل ما يقال عنه إنه وضع مأساوي وغير مبشر. المشكلة اللي خلاها الإنجليز بوعي أو بدون وعي لما سينتج عنها من كوارث وقتل وتشريد ودمار، واللي دايما كنت بعتبرها الهدية الأخيرة للاستعمار لينا عشان يسيب هذه المنطقة في حالة من الصراع الذي لا ينتهي. والحقيقة ان انا وقفت اكتر من مرة وانا بقرأ هذا الفصل عشان اخد نفسي وهدى اعصابي واحاول اتخلص من هذا الشعور بالغضب والاحباط اللي فضل للاسف معايا فترة طويلة بعد قراية الكتاب. قراءة الكتاب كمان في 2024 وفي ظل ما كان يحدث في غزة والمذبحة اللي كنا بنشوفها قدام عينينا خلتني متأثر اكتر باللي بقراه. يمكن عشان كده انا شايف ان قراءة الكتاب ده ضرورية، مش بس لانه بيعرفنا ايه المهم وايه اللي عمله الاستعمار فينا، لكن لانه كمان بيعرفنا ايه اللي وصلنا للنقطة دي وايه التحديات اللي احنا محتاجين نواجهها عشان نخرج من الوضع المأساوي اللي احنا فيه. يوجين روجان كان على دراية واسعة بأصل المشكلة وبيتكلم بمعرفة حقيقية عن الشرق الأوسط وظروفه، وبتعاطف واضح وملموس مع الظلم اللي تعرضت ليه الدول العربية. ودي نبرة في الكلام الحقيقة ما بنسمعهاش كتير من المؤرخين الغربيين، اللي لا إما كلامهم بيكون بارد ومنفصل عن الواقع، أو بيكونوا منحازين لرأي معين أو عندهم أيديولوجية معينة بيتكلموا على أساسها. في النهاية عايز أقول إن أنا سمعت الكتاب باللغة الإنجليزية بصوت واحد من الرواة اللي بحبهم جدا وهو ديريك بيركنز. لو بتقرأ إنجليش أو لو بتسمع أوديو بوكس بالإنجليش يعني، دي النسخة اللي برشحها لك. لكن الكتاب كمان مترجم من فترة طويلة للغة العربية، والمترجم هو محمد إبراهيم الجندي، وده مترجم موهوب وموثوق فيه جدا. واخيرا عايز اقول ان احنا بنفكر ان احنا ننزل الحلقات او على الاقل اجزاء منها بالتوازي على تيك توك بجانب يوتيوب، فلو انت اكتف اكتر على تيك توك ممكن تتابعنا هناك. وطبعا هسيب لكم كل اللينكات في الديسكريبشن. وبكده نكون خلصنا حلقة النهارده. يا ريت تقولوا لاصحابكم ان احنا رجعنا، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله قريبا في حلقة جديدة. انا محمد شادي بتاع الكتب. سلام.